مرحبا بكم معنا في سلسلة كيفاش حتى نصبوا عليك. هاد السيدة اللي كتشوفوا نصبوا عليها صحاب السماء ويبداو ليها الرزق ديال اختها كامل، هزات الذهب ديال اختها وداتو ليهم وخلات اختها غتحماق، وحتى هي كانت غتسطى بديك الفقصه اللي داروا ليها والضحك اللي ضحكوا عليها. هاد النصابه كل نهار كيلقاو حيل جديده باش ينصبوا علينا. نتمنى تبارطاجيو هاد الفيديو، تنبهوا ناس اخرين، فلنا ولكم الاجر ان شاء الله. القصه بدات ملي سعاد اللي كان عندها واحد الوليد ما كانتش فاهمه مع راجلها وطلقات. رجعت عند والديها تعيش معاهم في مدينه بن سليمان اللي كانوا حتى هما على قد الحال وغير كارين واحد الدويره. عندها واحد الاخت اللي كانت مزوجه في فرنسا وخدامه وكانت شاريه واحد الدار في مدينه بن سليمان، فاقترحت على الوالدين ديالها والاخت ديالها اللي مطلقه بوليد انهم يمشيو يعيشوا في الدار ديالها، وبالفعل هزوا الحويجات ديالهم ومشاو يعيشوا في الدار ديالها باش يتهناو من الكرا. كان هاد الاخت عندها واحد البيت ديالها خاص فيه الذهب ديالها والوراق ديالها واي حاجه ديالها كتخصها سادته بالساروت، وعاطيه الساروت للام ديالها واختها سعاد لانهم كيدخلوا ليه مره كيخملوه ليها، ولكن في العاده ما كيدخلوش ليه لانه مسدود. حتى كتجي الاخت ديالهم من فرنسا في الصيف عاد كتمشي للبيت ديالها. هذاك النهار سعاد هزات ولدها باش ديه المدرسه ورا الغدا، وهي غاديه للمدرسه وصلت ولدها وملي سمات راجعه دازت من واحد الخلا حتى كيبان ليها واحد الراجل كبير لابس واحد الجلابه وداير اللحيه، وكيبان واحد الراجل في شكل كيبان مؤمن ونقي وكل شيء، يعني ما تشكش فيه. كان جالس على واحد الحجره هو واحد المراه وكيهضروا. غير وصلت حداهم وهو يقول لها عافاك بنتي راه بغيت غير نسولك. بدا كيسولها على شي عائله تما وداكشي، هي ما عرفتش دوك الناس اللي كان كيسول عليهم. شويه وهو يقول لها بنتي كنحس بك مهمومه وحزينه وعندك شي مشاكل، وقالت ليه الله يفرج. بدا كيدعي معاها وهي اطمأنات ليه. هو يقول لها بغيت غير نقول لك بنتي هاد الشيء اللي عندك راه السبب فيه هو وحده عندكم من العائله، هي اللي كتدخل عندكم للدار، هي اللي فرقاتك بينك وبين راجلك، وراها باقا لحد الان كدير لكم السحور في الدار ديالكم، كتدخل عندكم وكتجلس معاكم وتاكل وتشرب، وهي كتاديكم وانتم ما جايبين للدنيا خبار. قال لها هي السبب حتى طلقتي من راجلك ورجعتي بولد. هي ما كانتش قالت لي هاد المعلومه، فبقات مصدومه ملي بدا كيقول لها شي احداث اللي فعلا كاينين في العائله ديالهم، وهما بالفعل كيجيو عندهم العائله وكيجلسوا عندهم وكياكلوا ويشربوا معاهم. فبدا عقل ديالها كيدور وكتتهم في الناس في العائله، ربما هذه هي اللي كتجي، ربما هذه هي اللي دارت ليا، ربما هذه هي اللي شدت ليا الشمل ديالي. فسعاد بدات كتسولو، قالت له كيفاش غادي ندير باش انا غنعرف هذا الشيء؟ قال لها انا غنعاونك لوجه الله، انا راه عير كنت دايز من هنا وربي جابني ليك في الطريق باش نعاونك. قالت لي هذيك المراه هذا الراجل مسكين راه هذا الشيء معطيه من عند الله سبحانه وتعالى، وراه ما كاينش فين ما كيمشي شي مدينه كيعالج الناس، ولكن كل مره في مدينه هو غير كلبوها لي وكيدور كل مره كيمشي لمدينه وقال هذا الشيء انا كنديرو لوجه الله، وما كيطلب لا فلوس لا حتى شي حاجه باش نكونوا فاهمين. السيده تاقت فيهم وقالت هاد الناس ما يمكنش ياديوني. بدا كيهضر معاها وقال لها شوفي باش يتبطل لكم هذاك الشيء اللي عندكم في الدار راه خاصني تجيبي لي شي حاجه اللي عندكم ثمينه في الدار هي اللي نقرا عليها وهي اللي ندير لك فيها هذيك البركه ديالي. قلت لي هنا راه ما عندي ما نجيب لك، انا راني مطلقه وما عندي والو، وحتى الراجل ما كيعطيني لا نفقه لا والو، ما عندي ما نجيب لك. هو قال لها راني ما عندي ما ندير لك، هذا هو الشرط ديالي، غير تفكري لا عندكم شي حاجه في الدار. وهي تفكر داك الذهب ديال اختها، قالت لي بلاتي راه كاينه شي حاجه ديال اختي ولكن راه ماشي ديالي. قال لي ها انت جيبيها غديري غير الخير، انا غندير فيها غير البركه وترجعيها للدار ديالكم. قلت لي صافي واخا. سعاد كتقول انا كنت غاده وعينيا ناعسين وشرط عليها ما تهضري مع حد، الا بغيتي هاد الشيء يتقضى والعمل ديالك يتفك خاصك تمشي تقضي الغرض وتجي لعندي. مشات دخلات ولقات الام ديالها ورا الغدا غير كتغدى وكتنعس. مشات هزات الساروت من البلاصه فين مخبيينو لانها حتى هي عارفه الساروت ديال البيت ديال اختها، ومشات هزات الذهيب كامل وداتو ليه. مني وصلاتو ليه قال لها جلسي وغمضي عينيك وبقي تفكري في داك الشيء اللي كتمناي، انا غنقضي الغرض. قضى الغرض فعلا، خدا الذهيبات ودار ليها شي حجر تما وشي كواغط وشي حاجه وكلكم ليها داك الشيء وعطاه ليها. ملي عطاه ليها لقاتو ثقيل وقالت لي واش الشيء راه شفتو ثقيل؟ قال لها راه غير البركه ديالي وداك الشيء اللي درت لك تما باش يتفك العمل، ولكن راه ما خاصكيش تحلي داك الشيء من بعد يومين،
عاد تحلي داكشي وتشوفي البركه ديالك. وبقى كيدعي معاها وهي غاديه وفرحانه وكتقول الحمد لله ما طلب مني لا فلوس لا والو. حسب الاقوال ديال سعاد كتقولك انا فرحت ملي ما قالش يعطيني الفلوس، وراه الفلوس راه داهم. رجعت للدار ورجعت ذهبت لبلاصتهم. لقات الام ديالها فاقت وقالت لها انت فين كنتي؟ قالت ليها انا والناس واداوني وسحروا ليا. بدات كتقول شي هضره عمرها ما كانت كتقولها. الام ديالها قالت لها انت مالكي كتدخلي وتخرجي في الهضره، علاش الشيطان؟ الام ديالها كانت مسكينه مدينه وكتعرف غير الله ومعقوله. قالت لاش كتخربقي ولا نديرو كاع شي واحد سحر لك راه الله كيشوف. قالت لها انا وهادشي غادي يتفك ليا وغنعرف هادو اللي داروا ليا والله حتى ندير ليهم والله حتى نفعل ليهم. وبدات كتحيح مع الناس. سعاد كانت صحيحه وكانت فيها بزاف الصداع والمشاكل. بدات كتغوت وكتقول ليها انا. الام ديالها تقول لها اجي جلسي عاودي ليا وقولي لي شنو كاين. وهي تجي عند الام ديالها وعاودات ليها كل شيء. الام ديالها واخا كانت مرا كبيره كانت بعقلها وكانت نبيهه وفاطنه. قالت ليها بلاتي اجي نطلعوا على داكشي اللي عطاك هذا السيد وقال لك ديه خبيه. قالت ليها لا ما تطليش عليه، الا طليتي عليه راه قال لي يومين. قالت لها بنتي نوضي نقلبوا الشغل ديال اختك. مشاو جبدوا داكشي كيلقاو الحجر والكواغط اللي جامع ليها في داكشي. بغات تسطى وبغات تحمى. خرجات سعاد ومشات كتجري للبلاصه ما كتلقى حتى شي واحد. ديك الساعه كان داز شي 2 سوايع ولا 3 سوايع على الحادثه، ما لقات حد. مشاو طلعوا ديكلاراو عند البوليس، عطاتهم الاوصاف ديالو، ما كاين حتى شي حاجه على داك السيد. رجعات غتحماق ملي قالتها لختها. اختها تصدمات الصدمه ديال عمرها. قالت لها انا دخلتكم لداري باش نعاونكم وشوفي انتي باش جازيتيني، اش وصلت لك الحوايجي واش وصلت لك الحاجه ديالي. انا امنتك وعطيتكم شغلي وخليت ذهبي وجلستكم في داري وشوفوا الادب باش اديتوني. الاخت ديالها تقلقات بزاف وقالت ليها هادشي اللي درتي ليا ما عمرني ما ننساه، كيفاش تجرأتي، وما بغاش تسمح ليها. قالت لي واخا سعاد بقات كتبكي وكتقول لها انا راني حتى انا تظلمت، حتى انا راه ضحك عليا وحتى انا ما عرفتوش شنو دار ليا. ولكن الاخت ديالها تقلقات منها بزاف وقالت ليها هاد الامانه ما قدرتوش تحافظوا ليا عليها، شوفوا انا شحال درت معاكم. هاد القصه كنحكيها لكم باش نردوا البال، لان النصابه كل نهار كيخترعوا قصص جديده، ربما كيبدلوها بشكل او باخر، ولكن دائما طماع كيقضي عليه الكذاب. ما عمرنا ما نطمعوا في شي حاجه اللي حنا ما متاكدينش منها واللي ما كنعرفوش هذاك الشخص اشنو يقدر يدير لينا. نتمنى تبارطاجيو هاد القصه، فالدال على الخير كفاعله. شكرا على المشاهده والى فيديو اخر باذن الله.